سيدي اسكو هاد الشركه راهي مفلسه؟ اسكو هاد الشركه اليوم راهي مربحه؟ لا اختي هاد الشركه كانت حنا نعرفوا الدوله تعطيها لا سيفونسيون، وسيد رئيس الجمهوريه قال لك بلي لك تكون شركه تجاريه رابحه. هذا هو الشيء اللي نحوسوا عليه. اون بليس دو سا راه كاين ثاني بعض الامور فيما يخص ثاني سمعنا الموظفين راه فيها 9000 موظف، وهادو 9000 موظف يعطوهم تذاكر سنويا بالمجان ليهم ولعائلتهم وولادهم. دونك انا كي نضرب انا غير تذكيرتين في 9000 تسمى تقريبا 18000 تذكيره تروح مجانيه تحملها المؤسسه. كيفاش هذه ما تكونش مفلسه؟ اذا حنا نتمناو سيد الوزير المحترم كما سبقنا وقلنا لك بحكم التجربه اللي عندكم باش تفعلوا توصيه الرئيس باش تكون هنالك نمط، يكون هنالك نمط جديد واعاده هيكلة هذه المؤسسة باش تكون مؤسسة أولا تكون مؤسسة تجارية رابحة، وثانيا خاصة الجالية تاعنا. لاخاطش انا كي نروحوا نشوفوا الدول اللي راهي نفس المسافه يشروا التذكره تاع السفر، حنا نهضروا على الخارج، حنا التذاكر من الجزائر خارجا ما نش نتكلموا عليها، ولكن من الخارج لهنا الجزائر تلقى التذكره بنفس المسافه تلقاها لربما 150 ولا 200 اورو، وحنا روح الجزائري اللي يبغي يرجع لبلاده اللي راه باغي يجيب العمله الصعبه ويصرفها هنا في بلاده يلقاها ب 600 ب 700 مستحيل يجي. دونك حنا هذا هو الهدف اللي نحوسوا عليه باش نطلعوا قيمه الدينار تاعنا. الحاجه اللي مهمه هي كيفاش ندخلوا العمله الصعبه، وحنا راه عندنا لو كان ندخلوا غير 4 ملايين ولا 5 ملايين سائح في العام. شكرا السيد النائب المحترم. الكلمه الى السيد وزير النقل للتعقيب، فليتفضل مشكورا. شكرا السيد النائب. طبعا انا متفق معك، احنا في اطار تحضير لهيكله الخطوط الجويه الجزائريه. نذكر أن السيد رئيس الجمهورية أسدى تعليمات في هذا الشأن بإعادة النظر في هذه الهيكلة والاستراتيجية الجديدة للنقل الجوي. ونحن مع المختصين حضرنا كل الأمور، وسوف إن شاء الله نقدموه للحكومة إن شاء الله، ثم إلى مجلس الوزراء حتى يصدق عليه السيد رئيس الجمهورية ويجيب التصحيحات اللازمة. إذا أنا ماشيين في هذا السياق. بالنسبة للتذاكر باش نكونوا صراحة، نعم بلان كوفيد وي كانوا لي بري غاليين إلى آخره، مي حاليا أنا شخصيا أني نقارن ما بين خطوط الجوية الجزائرية ألجي إسطنبول ولا الخطوط التركية، روح شوف شكون أغلى، ولا الإمارات ولا فرنسا. عندك كي يجي صيف سي تو تافي نورمال، كي يجي صيف سي لوفي لا دوموند، مي في شهر ديسمبر انا شفت يعني اسعار سبحان الله من الباري تقريبا باطل. هذه حقيقه ما لازمش كل اير الجيري دائما. انني نقول لهم جيبوا لي الاسوام وندير المقارنه، هذه هي. ولكن الحل يكمل بالنسبه ما ندخلش في مشاكل الخطوط الجويه الجزائريه. انا فت في لجنه النقل وتكلمت على كل هذه الامور، سيد المدير العام للخطوط الجويه الجزائريه عرضته، وكل المشرفين على النقل عرضتهم، سمعتوا واش هم المشاكل. نحن ان شاء الله اعاده الهيكله ماشيين لها، والاستراتيجيه الجديده ان شاء الله ماشيين لها باش نتعاون ان شاء الله ونصيبوا حل لهذا الاشكال ان شاء الله. وشكرا.